العاشرة تماما بتوقيت أسمراء إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. دعوة لإيجاد حل دائم للحواجز المائية في شعب. مشروع قرصة الزراعي يمهد للشباب العمل التطبيقي. الأمطار الغزيرة تحدث الأضرار في شبق وعد أريه. بومبيو يوقع اتفاقية دفاع مشترك لنقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا. رئيس كوريا الجنوبية يقول إن بلاده مستعدة دائما للحوار مع اليابان. ودرجات الحرارة المرتفعة تقتل أطنانا من الأسماك. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة خبراء الزراعة القيام بالدراسات وتقديم المقترحات لإيجاد حل دائم للحواجز المائية التي تجرفها السيول في مديرية شعب. وأشادت لدى تفقدها في 13 من أغسطس الأعمال التي يقوم بها مزارع مديرية شعب بقدراتهم الذاتية لإصلاح المجاري التحويلية والحواجز المائية التي جرفتها السيول، وأنشطتهم لحماية التربة وحفظ المياه وإصلاح الدمار الذي لحق بالحواجز المائية. وذكر المزارعون عملهم المستمر للاستفادة القصوى من المياه المنحدرة وتحويلها إلى مزارعهم، لكن الجهود التي يقومون بها بقدراتهم الذاتية تمكن فقط من تنمية ربع المساحات الزراعية التي يتوجب تنميتها، منادين إدارة الإقليم لتقديم الدعم. وأوضح مدير مديرية شعب السيد أبو بكر إبراهيم أن المزارعين في جهد دائم لتحويل السيول إلى مزارعهم ورفع الإنتاج الزراعي، مؤكدا عدم إمكانية صيانة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الزراعية بقدرات المزارعين ويحتاجون إلى الدعم الآلي. وأشار مسؤول الزراعة في المديرية السيد حسن جامع إلى انهيار 24 حاجز مائي هذه السنة في مناطق وقيرو وقدقد وتيلوك وشمال جنوب منشب وشعب قطين. لذلك جرت تنمية مساحة 660 هكتار فقط من جملة مساحة 8272 هكتار. وأفاد مراسل وكالة إيرينا أن المزارعون يواصلون الجهد لإصلاح الأضرار بتوظيف الطاقات البشرية والثيران. أوضح الشباب الخريجون من الكليات ومراكز التدريب المهني العاملون في مشروع قرصة الزراعي أن المشروع ساهم لتدعيم التعليم النظري الذي تلقوها بالعمل التطبيقي. وذكر الشباب أن مشروع قرصة الزراعي أن أعمال الزراعة المروية والمطرية وتربية الحيوان والأبحاث الزراعية الجارية في المشروع ساعدتهم لاكتساب الخبرة. وقالت الشابة زبيب تدفى مريم التي تخرجت في علم النبات من كلية حمل مالو الزراعية، والشاب يونس محمد المتخرج من مركز عديهالو للتدريب المهني في مجال حماية التربة وحفظ المياه، إن حصولهم على أرضية عمل تتلائم مع التعليم الذي تلقوه مكنهم من العمل بقوة وتطوير قدراتهم. وأفاد الشابان تخلوين هبتي وأستير عقبة أن التنمية الزراعية المروية على طول السنة وبرامج التجارب الزراعية خلق لهم الأرضية للعمل المتواصل واكتساب المعرفة. ويعمل أكثر من 400 شاب تخرجوا من كلية حمل مالو الزراعية ومراكز تدريب سوا وعديهالو وحقات. أحدثت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح القوية التي هطلت يومي 11 من أغسطس في ضاحيتي شبق وعد أري في مديرية حقاد أضرارا في المواشي والمساكن والمزارع والغابات.
وجرفت السيول 15 رأسا من المواشي و3 جمال، ودمرت الأمطار 66 هكتار من المزارع في كرمد، و16 هكتار في شبق، و22 هكتار في فقابروت، ودمرت أيضا مئات الأشجار وانهيار 19 منزلا في ضاحية عدأري، ولحق الدمار بحوالي 200 من الأشجار الكبيرة ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية. قامت 22 قرية في مديرية عد القيح بإصحاح بيئتها. وقال مسؤول الصحة العامة في مستشفى عد القيح السيد كبرم الشمانوغوس إن العمل الذي قامت به هذه القرى يعتبر مواصلة لأعمال إصحاح البيئة التي قامت بها من قبل 28 قرية بالمديرية. ودعا مدير مديرية عد القيح السيد هابتايتس فازجي لمواصلة العمل الذي يهدف ضمان صحة المواطنين ونظافة البيئة. وقال المدير الطبي لمستشفى عد القيح الدكتور بهبل ميكيل إن صحة الأسرة يرتكز على نظافة وصحة البيئة. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فصل قصير ونعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. أبرمت الولايات المتحدة اتفاق تعاون دفاعي مع بولندا سيمهد الطريق لإعادة نشر القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا. وقام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتوقيع على الاتفاق مع وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك. ستعزز الصفقة أيضا جوانب أخرى من التعاون الأمريكي البولندي، خاصة العلاقات الاستثمارية والتجارية. الاتفاقية الجديدة تكمل اتفاقية حالية لوضع قوات الناتو، وتسمح بتعزيز وتحديث القدرات والمرافق الحالية من خلال السماح للقوات الأمريكية بالوصول إلى منشآت عسكرية بولندية إضافية. كما يحدد صيغة لتقاسم التكاليف اللوجستية والبنية التحتية للوجود الأمريكي الموسع في البلاد. الشهر الماضي ونزولا عند مطالب ترامب خفض عدد القوات في ألمانيا، أعلن البنتاغون نيته سحب 12 ألف جندي من ألمانيا مع انتقال حوالي 5600 إلى دول أخرى في أوروبا بما في ذلك بولندا. كما ستنقل العديد من القيادات العسكرية الأمريكية من ألمانيا بما في ذلك المقار الخارجية للفيلق الخامس بالجيش الأمريكي، والتي ستنقل إلى بولندا العام المقبل. قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن يوم السبت إن حكومته على استعداد دائم لإجراء محادثات مع اليابان بشأن الخلافات التاريخية التي ما زالت تثير شقاقا بين البلدين. وأدلى مون بهذه التعليقات خلال كلمة في ذكرى مرور 75 عاما على التحرر من الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية فيما بين عامي 1910 و 1945. وفي طوكيو تعهد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي بعدما تكرار مأساة الحرب على الإطلاق. ويدور خلاف بين كوريا الجنوبية واليابان بشأن قرار أصدرته المحكمة العليا بكوريا الجنوبية في 2018 يأمر شركات صناعة الصلب اليابانية بدفع تعويضات للعمال الذين أجبروا على العمل بنظام الصخرة خلال الحرب العالمية الثانية. وتقول اليابان إن هذا الحكم يمثل خرقا للقانون الدولي، لأن كل طلبات التعويض الناجمة عن الاستعمار الياباني سويت بموجب المعاهدة الدبلوماسية التي أبرمت بينهما عام 1965. عثر على أطنان من الأسماك ميتة في بحيرة فرنسية، حيث تقترب درجة حرارة المياه من 29 درجة مئوية. وتم العثور على ما يقارب 10 أطنان من الأسماك ميتة في بحيرة بمنطقة فالدواز في شمال فرنسا.
وأرجع العلماء سبب موت هذه الأسماك بموجة الحر الأخيرة التي ضربت المنطقة. وقال جان بيير أنجلابرير رئيس الاتحاد المشترك المسؤول عن إدارة المياه المحلية إن الحرارة ونقص إمدادات المياه النظيفة والنقية أدى إلى انخفاض الأكسجين في البحيرة مما تسبب في موت الأسماك. وانخفض مستوى هذه البحيرة الاصطناعية التي تبلغ مساحتها 40 هكتارا وعمقها متر واحدا بنحو 20 سنتيمتر بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه التي قاربت 29 درجة خلال موجة الحر الأخيرة، وفقا لمجلس مدينة إنجي في غرب البلاد. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلن مسؤولو الهجرة بالولايات المتحدة العثور على نفق على الحدود المكسيكية يربط الانتقال بين البلدين، مشيرين إلى أنه النفق الأكثر تقدما من حيث التكنولوجيا في تاريخ الولايات المتحدة. وقال مسؤولو وكالة الجمارك وحماية الحدود إنهم في إطار تحقيقات مستمرة في ولاية أريزونا اكتشفوا نفقا لم يتم الانتهاء منه بعد يربط بين الولايات المتحدة والمكسيك. وأوضحوا أن هذا النفق يعتبر الأكثر تقدما من حيث التكنولوجيا في تاريخ الولايات المتحدة باتساع متر وارتفاع 1.2 متر، ومزود بنظام تهوية وخطوط مياه وأسلاك كهربائية ونظام سكك حديدية وتعزيزات واسعة النطاق. وشدد المسؤولون على أنهم يواصلون التحقيقات لمعرفة من يقفون وراء شق هذا النفق والغرض من ذلك. أيها السادة المشاهدين، بهذا قد نكون وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. شكرا لحسن المتابعة، دمتم بألف خير.